أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في قناة سي سبورت. راح نتكلم في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين عن ريال مدريد ما بعد الكلاسيكو بعد الخسارة الكبيرة في نهائي كأس السوبر الإسباني بخمس أهداف مقابل هدفين. أول ما نتكلم فيه أعزائي المشاهدين أنشيلوتي، هل أنشيلوتي سيبقى مع الفريق أم سيغادر؟ حسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية هذا اليوم فإن أنشيلوتي باقي مع ريال مدريد بنسبة 100%. بيريز جدد ثقته بأنشيلوتي، وأنشيلوتي لن يحدث أي تغيير في ريال مدريد حتى نهاية الموسم بخصوص المدرب. أنشيلوتي باقي أقل تقديرا حتى نهاية الموسم، إلا إذا حدث أي حدث ممكن يعني يؤثر على مصير أو موسم ريال مدريد هذا الموسم، خاصة أنه ريال مدريد سيلعب نهاية هذا الأسبوع أمام سيلتا فيغو في كأس ملك إسبانيا. ممكن خروج ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا ممكن أن يعجل في إقالة أنشيلوتي، أما غير ذلك فأنشيلوتي باقي بنسبة كبيرة مع ريال مدريد. أما بخصوص الصفقات اللي سيتعاقد معها ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، بنسبة كبيرة ريال مدريد لن يتعاقد مع أي صفقة في الميركاتو الشتوي. صحيفة دي أتلتيك كتبت بخصوص هذا الموضوع أنه ريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب إلا أرنوت إذا وافق ليفربول على بيعه في الميركاتو الشتوي. أرنوت سينتهي عقده نهاية هذا الموسم، فإذا ريال مدريد قدم عرض مناسب وليفربول وافق على هذا العرض ممكن أن تحدث هذه الصفقة، أما غير ذلك فريال مدريد سيؤجل الصفقات حتى الميركاتو الصيفي. خاصة الجانب الدفاعي، ريال مدريد يعاني في الدفاع لكن لن يكون هناك أي صفقات. صحيفة أس كتبت لا يريد النادي التسرع بالتوقيع في يناير لأن فرونتينو بيريز وخوسيه سانشيز يرون أنه في السوق الشتوية لا يمكن للسوق تحسين ما هو موجود بالفعل في الفريق. فزي ما حكينا أعزائي المشاهدين لن يكون هناك صفقات في الميركاتو الشتوي لريال مدريد إلا إذا حدث أرنوت، هو الوحيد اللي ممكن أن يتعاقد مع ريال مدريد في الميركاتو الشتوي. بخصوص يعني أحداث ما بعد الكلاسيكو وما كتبت الصحافة الإسبانية، صحيفة أس تطرقت بعنوان الصغير قبل الكبير. كتبت في هذا العنوان تحت هذا العنوان لم يتمكن ريال مدريد من الفوز على أي منافسيه التاريخيين هذا الموسم في المباريات الستة الذي خاضها. من ضمن هذه المباريات مباراتين ميلان وليفربول في دوري الأبطال، برشلونة أتلتيكو مدريد. فالريال لم ينجح بأنه يقدم نفسه في المباريات الكبيرة، يعني ريال مدريد إما تعادل إما خرج بهزيمة في المباريات الكبرى. يعني صراحة ريال مدريد فقد قليلا من شخصيته حتى هذه اللحظة في المباريات والمعتركات الكبيرة. هذا ما كتبته صحيفة أس. أما بخصوص رد جمهور ريال مدريد وغضبهم على اللاعبين بعد الخسارة، فظهر هذا الغضب في المنشور الخاص باللاعب الفرنسي تشاوميني على انستغرام. فكان هناك غضب كبير من جمهور ريال مدريد في التعليقات. فأحد التعليقات كتب جمهور ريال مدريد: "ده كنت حب مدريد فارحل". أيضا جميع مشجعي ريال مدريد يطالبونك بالرحيل، من فضلك ارحل. وأيضا أفعل معروفا للجميع واترك ريال مدريد. هذه تعليقات انكتبت في المنشور الذي رفعه تشاوميني على الانستغرام. خصوصا أنشيلوتي، قال الصحفي الإسباني ريفيلو أن الفكرة هي أن إذا لم يفوز ريال مدريد بالدوري أو دوري الأبطال فإن تشافي ألونسو سيحل محل الإيطالي في الصيف. هذا الكلام أعزائي المشاهدين هو ما قلناه، وأنه ريال مدريد حاليا لا يريد ترك أنشيلوتي. بيريز لا يريد التخلي عن أنشيلوتي إلا إذا حدثت فضيحة كبرى أو مثلا خروج كبير من كأس الملك مثلا، أو في دوري الأبطال لم يقدم الريال أي شيء، أو ابتعد عن المنافسة في الدوري، فممكن أن يعجل من إقالة أنشيلوتي. أما إذا لم يحدث هذا فإنه أنشيلوتي باقي مع ريال مدريد حتى نهاية هذا الموسم. مختصر الحديث أعزائي المشاهدين، ريال مدريد لا يوجد صفقات في الميركاتو الشتوي. أنشيلوتي باقي مع ريال مدريد، لن يكون هناك أي تغيير حتى هذه اللحظة إلا إذا حدث أي جديد. وبهيك أعزائي المشاهدين اختصرنا ما كتبته الصحافة الإسبانية وأخبار ريال مدريد ما بعد الكلاسيكو بطريقة مبسطة وسريعة. قبل نهاية الفيديو نتمنى منكم أعزائي المشاهدين الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة كنتم غير مشتركين، واكتبوا لنا تعليقاتكم عن وضع ريال مدريد حاليا. هل أنتم مع إقالة أنشيلوتي أم بقاءه حتى نهاية الموسم؟